السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى قلنا نعمل كده شوية ميني سندوتش كده، محشي بحشوة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. تنفع للمدارس وتنفع كمان لو انت قايمة الصبح مالكيش نفس تعملي فطار، بتبقى حاجة سهلة وبسيطة، وزي ما انتوا شايفين شكلها جميل جدا وطعمها احلى واحلى. يلا بينا نخش على المقادير. معايا هنا كيلو من الدقيق، ومعايا بيضايه وباكت فانيليا، طبعا بيضه يعني لازم فانيليا. هحضر هنا كوبايتين كده من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه. احط عليهم معلقتين من السكر ونص معلقه من الملح، ومعايا هنا معلقه من الخميره، معلقه كبيره من الخميره. هقلب كل الكلام ده، وكمان هنزل بربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه من الزيت، وكمان هنزل بمعلقتين من الخميره. يبقى معانا هنا في البوله دي مع كوبايتين من الميه، معلقتين سكر كبار، نص معلقه ملح، نص ربع فنجان او ربع كوبايه من الزيت، ومعلقتين كده من الخل. هقلب كل الكلام الجميل ده كده. زي ما انتم شايفين الخل تفاعل مع الخميره والخميره بتاعتي اتاكدت ان هي نشطه. هنزل هنا كده بالدقيق اللي معايا. طالما ضامنه الدقيق بتاعك اشتغل على طول، انما لو الدقيق بتاعك فيه اي حاجه او شكه فيه انخليه. هنا سبت كوبايه كده من كيلو الدقيق علشان اشوف العجينه بتاعتي هتاخد مني تاني دقيق او ظبطت معايا او ايه. هنا كمان معايا معلقه من الخميره، معلقه من البيكنج باودر على الدقيق بالشكل ده كده. هقلبه، وهنزل هنا بالبيضه بتاعتي، هاخد منها البياض افصله عن الصفار. هاخد الصفار بتاع البيضة هنزل بيه على الخميرة والسكر والمية والزيت والخليط اللي احنا عملناه ده، وهقلبهم كويس قوي. وهقسم الباكت بتاع الفانيليا نص هنا ونص هنا، يعني نص على البياض بتاع البيض والنص التاني على الخميرة زي ما انتوا شايفين كده. وهقلب كل الكلام الجميل قوي ده مع بعضه، وهنزل كده على الدقيق على طول زي ما انتوا شايفين كده. مبدئيا هنزل بالكمية اللي معايا، ولو العجينة احتاجت مني مية تاني هزود لها، او بالشكل ده كده. طبعا هنا العجينة بتاعتي محتاجة مية، هبتدي ان انا انزل بالمية تدريجيا علشان اظبط قوام العجينة معايا. طبعا في المرحلة دي تقدري تنزلي بلبن، او تقدري كمان تحطي زبدية لو عايزة تعلي القيمة الغذائية يعني بتاعت العجينة معاكي. ولو عايزة تعمليها بطريقة اقتصادية زي ما انا عملتها النهاردة كده، تقدري تعجنيها بمية وطالعة جميلة جدا برضو، مفيش فيها اي حاجة. بس احنا بنحط لبن او زبادي علشان نعلي القيمة الغذائية معانا. هعجن بقى العجينة بتاعتي كويس قوي بالشكل ده كده لحد ما تلم معايا. اخدت طبعا العجينه ونزلت بيها بقى على الرخامه، لقيتها هنا لسه بتلزق معايا شويه. اخدت كمان كوبايه الدقيق اللي انا عيناها على جنب، خدت منها معلقتين اتنين. وبدات ان انا الم العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، واخدمها شويه. يعني ايه امال اخدمها؟ يعني اعجن فيها شويه كده حلوين لحد ما تنعم معايا، ويبقى القوام بتاعها ناعم زي ما هتشوفوا دلوقتي بالشكل ده كده. هفضل اعجن في العجينة لحد ما تبقى قوامها ناعم جدا معايا، وايديا كمان تنضف من العجين وما يبقاش في ايديا اي عجين. خلاص كده العجينه بتاعتي بقت تمام معايا. هبتدي بقى ان انا احطها في البوله بتاعتي. بس انا هنا دهنت البوله دهنه من الزيت، بس ما جاتش دلوقتي في الكاميرا، بس انا زي ما قلت لكم عشان العجينه بتبقى فيها تلزيقه حاجه بسيطه، فدهنتها بزيت وحطيتها تخمر على جنب. الحشوه بقى اللي معايا، طبعا الحشوه على حسب ذوقك او على حسب اللي موجود عندك في التلاجة. يعني لو عندك شويه جبنه رومي ناشفين شويه تقدري تقطعيهم، حتتين لانشون مركونين محدش بياكلهم، حتة جبنة مثلثات، حتة جبنة نستون، اي حاجة عندك تقدري ان انت تحطيها. انا هنا حطيت ميكس كده من الجبنة الرومي المبشورة على شيدر، يعني ميكس كده بجيبه من السوبر ماركت، بيبقى حلو قوي. وكمان زيتون مخلي ولانشون بالبسطرمة، طعمه جميل جدا في الوصفة دي. ده اللي كان متاح عندي. طبعا انت على حسب اللي متاح عندك، ما تقيديش نفسك بالحشوة اللي انا عملتها دلوقتي دي.
هقلب بقى كل الحاجات الحلوه قوي دي مع بعضها كده، ويبقى كده الحشوه بتاعتي جاهزه معايا. في الوقت ده كانت العجينه بتاعتي بتخمر، واول ما احس ان هي خمرت حلوه قوي هبتدي ان انا اشتغل فيها على طول. كده حاجتي جاهزه معايا، هركنها على جنب. وهنا الخميره كانت العجينه اختمرت حلوه قوي. هبتدي بقى ان انا ارش كده الرخامه بتاعتي رشه من الدقيق، وهبتدي ان انا اكور العجينه بتاعتي كور كده صغيره بحجم البيضه، يعني الكوره تكون بحجم البيضه الصغيره، لان احنا زي ما احنا قايلين هنعمل ميني ساندوتش، حاجه كده صغيره. بتبقى حلوه قوي، بتبقى يعني حتى لو عندك اطفال صغيرين وعايزين مثلا سندوتش وما يهدروش منه او ياكلوا، مثلا في اولاد بيبقى اكلهم قليل شويه، ممكن العيل ياكل نص السندوتش ويرمي الباقي. فالميني سندوتش ده بيبقى حلو قوي على قد كده العيل الصغير كده. بيبقى حلو قوي بجد يعني. كل واحد ياخد كده واحده، واللي عايز بياخد تاني. زي ما انتوا شايفين كده هكور كل العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وطبعا هغطي. واول ما اجي احشي العجينه بتاعتي او الكرات بتاعتي، هاخد اول كوره انا عملتها. يعني اهو زي ما انتوا شايفين انا خلصت الكميه كلها. هبتدي بقى ان انا اخد من اول كوره انا كورتها، لان بتبقى ارتاحت شويه عن اللي انا لسه عاملاهم. هفرد زي ما انتوا شايفين كده العجينه بتاعتي بشكل طولي كده، وهاخد كده معلقه من الحشوه اللي احنا عاملينها دي اهو بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم على حاجه انا عملتها ما تعملوهاش. الزيتون يا جماعه المفروض ان انا كنت قطعته قطع صغيره، يعني المفروض ان انا ما كنتش احطه كامل كده. بس عايزه اقول لكم ان انا كنت واقفه بعمل الوصفه دي، وانا والله ربنا اللي عالم بيها كنت تعبانه فمش مركزه. فدي غلطة ما تقعيش فيها لما تيجي تعملي الوصفة دي، او لما تيجي تعملي الحشوة اللي احنا عملناها النهاردة دي. ابقي ادي تقطيعة كده بالسكينة للزيتون، ما تحطهوش زي ما انا حطيته كده كبير. بيبقى احلى في الاكل شوية، وكمان بيبقى في الحشوة بيبقى يعني متوزع حلو قوي عن ما تكوني حطاه كده. اهو اعمل كل الكمية اللي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مفيش اسهل من كده وحاجة جميلة، وعندك في البيت تقدري تعملي الكيلو الدقيق ده يقعد معاكي الاسبوع كله. كل يوم يعني تكيسيه كده على قد افراد اولادك يعني، وتحطيه في التلاجة، وتطلعيه بالليل قبل ما تخشي تنامي على بيات، واول ما بتصحي الصبح بيبقى كأنك لسه عاملاه دلوقتي اهو. فبيبقى حلو قوي بصراحة، احسن من انك تجيبي كايزر وتجيبي كل يوم جبن وتقعدي تعملي سندوتشات للولاد. بصراحة دي موفرة في الفلوس وفي المجهود، وكمان حاجة حلوة قوي. هخلص بقى كل الكمية ونرجع مع بعض تاني. هنا ما شاء الله خلصت كل الكمية. الكيلو دقيق اداني الكمية الحلوة دي. عايزة اقول لكم ان يعني الكمية دي حلوة قوي من كيلو دقيق. كمان انا ما حطيتش الكيلو كله زي ما اتفقنا، انا اشتلت كوباية من الكيس الدقيق، واخدت من الكوباية دي معلقتين اتنين بالعدد. فمعايا بقى هنا البيض اللي احنا كنا عاملاه على جنب، حطيت عليه علشان اخف الزلال بتاعه. حطيت عليه معلقه صغيره من الخل، وطبعا رشه الفانيليا اللي احنا حطيناها في الاول، واديته تقليبه كده. وبدات ان انا ادهن وش الكايزر بتاعي او وش الميني ساندوتش اللي احنا عملناه النهارده اهو بالشكل ده كده، عشان يديني وش كده احمر كده ولامع زي اللي بنجيبه من المخابز بره. انت بتحطي بالمعلقه ليه يا امل، او بتدهني وش الحاجه بالمعلقه ليه؟ عايزه اقول لكم ان الفرشه بتاعتي ضاعت، وكل ما انزل عايزه اجيب واحده وانسى خالص، ما بفتكرش خالص ان انا اجيب واحده. فباذن الله اول ما هنزل هجيب ان شاء الله واحده. هي بتبقى اسهل كتير من المعلقه. هنا بقى معايا سمسم كده زي ما انتم شايفين كده. قلت احط اعلي كمان القيمه الغذائيه بتاعه السندوتش اكتر، فحطيت رشه كده من السمسم زي ما انتم شايفين كده. جميله قوي، بتدي كده تحميصه حلوه آه للسندوتش معايا.
هعمل بقى نفس اللي انا عملته ده في الصينيه التانية، وهدخلهم الفرن على طول. طبعا هنا كل الوقت ده كانت الساندوتش معايا بيختمر يعني وكده. وكمان لما حطيته كمان في النار اختمر اكتر. اهو بسم الله ما شاء الله، شايفين نفخ ازاي في الفرن. طبعا هنا كنت معليه النار من تحت، بس ما كنتش مقربه يعني الصاج قوي، حطاه في النص. واول ما بدأ يلون من تحت ولعت الشوايه عليه عشان ياخد اللون الذهبي اللي على الوش ده. وبسم الله ما شاء الله، ده كان طلع بقى من الفرن. عايزه اقول لكم كانت الريحه قلبه البيت كله، كانت بجد بجد ده خير في البيت يا جماعه. الحاجات اللي احنا بنعملها بايدينا دي في البيت خير بجد. محدش يقول ده غلبة على الفاضي، طب ما انا اروح اجيب من بره، طب ما انا اروح اجيب من الفرن ب20 جنيه واريح دماغي. عمر الحاجة اللي هتجيبها من بره ما هتبقى زي اللي انت عاملاها في البيت. اعرفيها كده وحطها في دماغك. عمر الحاجة اللي انت عاملاها بايديكي في البيت وضامنة نظافتها وعارفة انت واقفة عاملاها ازاي، مش هتكون ابدا زي الحاجة الجاهزة اللي بتجيبها من بره. هنا كده علشان بياض البيض بيخلي الساندوتش يلزق كده شوية، فبديله كده تحريكة بسيطة بالمعلقة كده، وبيطلع معايا بكل سهولة. ما شاء الله، دي كل الكمية اللي طلعت معايا من الكيلو الدقيق. كمية حلوة جدا. هرص بقى السندوتشات بتاعتي كده على صينيه كده. وطبعا بعد ما اخلص الفيديو معاكم هغلفها في حاجه مقفوله او في اكياس، واحطها واحتفظ بها يعني في التلاجة، واطلع منها زي ما انا عايزه. حاجه ما كلفتنيش اي حاجه خالص، وكمان جميله ومضمونه ومغذيه و... وضمن نظافتها زي ما احنا قلنا. هتقوم الصبح ملكيش مزاج تاكلي جبن وتعملي فطار وكلام من ده، هتطلعي اتنين تعملي لك كوبايه شاي وتقعدي تفطري، وحاجه جميله وخفيفه، وكفايه ان انت عاملاها بايديكي. بسم الله ما شاء الله. دي كانت كل الكميه اللي طلعت معانا. طبعا بقى يا ريت لو انت اول مره تدخلي القناه وتشوفيني، يا ريت ما تنسينيش باشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وتفعلي زر الجرس، وتسيبي لي كده كومنت حلو كده منك يشجعني. واستنوني ان شاء الله باذن الله فيديوهات جايه كتير. وما تنسيش تحط اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.